بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوتي خواتاتي، السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد على قناتي وقناتكم كويزين أم رزان مغربية في هولندا. الوصفة ديال اليوم غادي تكون عبارة عن ميني كيك بالحامض. ميني كيك اللي كيجيو لذاذ بزاف، هشاش، اسفنجيين، خفاف ومهوين، والمذاق فعلا جد جد مميز، بمكونات اللي كتعطي واحد التجانس في المذاق ولا أروع البنات. اقتصاديين كيوجدوا في آخر لحظة، يعجبوا الكبير والصغير، كونوا على يقين. الوصفة غادي تعجبكم بزاف. وقبل ما نبداو لا فيديو، عندي واحد الملاحظة. بزاف بزاف ديال الأخوات اللي كيسولوني على السعة ديال الكأس اللي كنعتمد عليه في القياسات ديالي. راه هو كأس العنبة، ما يعادل الوزن ديالو، يعني ما يعادل 150 غرام. هذه هي السعة ديال الكأس اللي كنستعمل أنا. يلا بقاو معايا ندوزو نشوفو المقادير والطريقة بإذن الله تعالى. بسم الله. أول حاجة عندي كأس من الزيت النباتية، كأس من الحليب بدرجة حرارة المطبخ، كأس من سكر حبيبات أو سنيدة، رشة ملح لتصحيح الذوق، ملعقة كبيرة من الكوك أو جوز الهند، يكون نوعية رقيقة والنوعية الجيدة، 2 حبات بيض متوسطة الحجم بدرجة حرارة المطبخ، ملعقة كبيرة من عصير الحامض، القشر ديال الحامض محكوك، كيس سكر فانيلا من وزن 8 غرام، وعندي خميرة الحلويات أو باكينج بودر ما يعادل 10 غرام. وأخيرا عندي هنا واحد الكمية من الدقيق. في وسط الفيديو غادي تعرفوا بالضبط شحال استعملت إن شاء الله الرحمن الرحيم. ندوزو الآن للطريقة ديال التحضير. بسم الله. في إناء وضعت البيض، غادي نضيف رشيشة ديال الملح وكيس من سكر فانيلا من وزن 8 غرام. الفانيلا ممكن الاستغناء عليها والاكتفاء فقط بالمذاق ديال الحامض، حيتاش غنستعملو عصير الحامض والقشر ديال الحامض. غادي نخلط العناصر بالخلاط اليدوي مع إضافة السكر بالتدريج، وأنا كنخلط حتى يذوب هذاك السكر تماما مع البيض. هاد الخطوة ممكن ديروها كذلك في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، كيف ما ممكن تستعملوا الطراب الكهربائي. صافي غادي نستمر في الخلط مع إضافة الزيت بالتدريج كيف ما كتشوفوا على شكل خيط، وأنا كنخلط حتى تمتزج جميع العناصر مع بعض ونتحصل على واحد القوام كريمي ولامع بهذا الشكل هذا. غادي نضيف الحليب اللي ممكن تعوضوه بكاس ديال عصير البرتقال أو بعلبة من الياغورت بنكهة الفانيلا أو ياغورت طبيعي. غادي نخلط العناصر مزيان، وهنا ما كنكتروش الخلط باش القوام ديال البيض ما ينزلش لينا. ومن بعد ضفت ملعقة ديال جوز الهند أو الكوك، وكنأكد من الأحسن ما يكونش هذاك اللي ناشف، يكون ميدم ويكون رقيق كيعطي مذاق زوين. وهذاك الناشف كيف كتعرفوا كينشف لينا الوصفة اللي حنا استعملناه فيها. ضفت كذلك القشر ديال الحامض محكوك واللي كيعطي واحد المذاق جد رائع ومميز، وكيتواتى بزاف بزاف مع الكوك. كيجي واحد المذاق خطير في هذا الميني كيك. خلطت مزيان وبديت بإضافة الدقيق. بالنسبة للدقيق كنضيفو غير معلقة بمعلقة باش نتحكموا في القوام اللي خاصنا نتحصلوا عليه. كذلك كنضيف هنا خميرة الحلويات أو باكينج بودر، الوزن 10 غرام. غادي نكمل الخلط بهذا الشكل هذا مع إضافة الدقيق بالتدريج حتى نتحصل على هذا القوام هذا. شوفوا معايا البنات، قوام ماشي خفيف وماشي ثقيل، عاقد شي شوية على القوام ديال الكيك اليومي أو الكيك العادي. ضفت هنا ملعقة ديال عصير الحامض، كيف ما ممكن توصلوا حتى ل2 معالق إلا بغيتو داك النكهة ديال الحامض تجيكم مركزة. وكنضيفوه في آخر مرحلة باش كتبقى لينا داك النكهة باينة وكتجي يعني واضحة وبارزة في الميني كيك ديالنا. صافي أخواتي، هنايا دزت باش نحضر معكم الليمون اللي غادي نستعمل. أنا استعملت هادو بهاد القياس هذا وبهاد الشكل هذا. على ما أظن
فيهم القطر ديالهم 8 سنتيم، ما بين 8 و 10 سنتيم، ما متأكداش بالضبط هكا. غادي ندهنهم مزيان بالزبدة. اللي غادي تستعمل هاد المولات مشنفين كنصحها تدهن كذلك الجوانب، حيت دوك الحفيرات اللي في جناب الا ما دهنوش راه لي ميني كيك ديالكم غادي يلصقوا لكم. غندهنهم مزيان، وكيف ما كتشوفوا كنركز على دوك الجوانب اولا على دوك الحفيرات حتى هما باش يدهنوا لي مزيان، وهكذا كنكون متاكده ان لي ميني كيك ديالي غينزلوا منين غنبغي نديمو ليهم راه غينزلوا لي بكل سهوله. غادي نرشهم كذلك بشرائح ديال اللوز افيلي اللي ممكن تعوضوه بكاوكاو افيلي اولا باللوز كونكاسي اولا بكاوكاو كونكاسي. انا هنا ما استعملتش الدقيق، غادي نرش فقط بهذا اللوز اللي كيعطيني يعني فاش كان داك الشكل النهائي كيكون مزيين نفسه بنفسه، ما كنحتاجش لشي تزيين، كنخليهم هكذاك. غادي نثبت اللوز كيف ما كتشوفوا في القاع ديال الليمون وكذلك الجوانب، وفي نفس الوقت كنحاول نضغط هكا شويه بصبعي باش نلصقوا على ديك الزبده، باش منين نخوي الخليط غادي نكون متاكده ان الشرائح ديال اللوز ما غاديش تطلع لي الفوق. صافي استمريت بنفس الشكل حتى عفوا دهنت ليمون كلهم ولبستهم كلهم باللوز. وغادي ندوز هنايا نخوي الخليط. شوفوا القوام البنات راه عقد نسبيا. بالنسبه منين تكونوا كتخويو ما تعمروش المول حتى للفوق، خليو ما بين نص سنتيم حتى لسنتيم باش لي مول ديالكم فاش تدخلوهم للفران وطلع فيهم السخانه ما يفيضوش ليكم. ضروري البنات تلتزموا بهذه النقطه. هذا كنركز هنايا في هذه المرحله هذه على الاخوات المبتدئات بطبيعه الحال. غادي نستمر هكا كنخوي كميه من الخليط في كل مول مع مراعاة ديك الفراغ اللي خاصو يبقى الفوق، ونرجع معكم. في هذا الاثناء عندي الفرن مشعول على 180 درجه، راه كيسخن من قبل. لي مول ديالي بعد ما عمرتهم، شوفوا هنايا كنحاول نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا ديك الفراغ اللي كنخلي الفوق. غادي نطبيهم شويه فوق طاوله العمل باش نخرج منهم ديك الهواء اللي كاين في الوسط، وصافي غادي نستفهم في الطاوه ديالي ان شاء الله. صافي اخواتي، قلت لكم لي مول غندخلهم الفرن مشعول على 180 درجه. حطيت الطاوه في الوسط، النار من الفوق ومن التحت، غادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم ما تفوتوش 170 180 درجه باش ما ينشفوش لكم. كل ما كانت الحراره مجهده بزاف كيتخطفوا وغادي يجيوكم من الداخل معجنين. ما تفوتوش 170 180 درجه، النار من الفوق ومن التحت. صافي اخواتي، خرجت الطاوه من الفران وكنحاول هنا نديمو ليهم معكم. كيف ما شفتوا راه كينزلوا بكل سهوله. الاخوات اللي ما بغاوش يرشوا باللوز افيلي ممكن يعوضوا بكاوكاو كونكاسي او لا لوز كونكاسي، او لا كاع ممكن الاستغناء على هاد اللوز وكاوكاو، وترشوا لي مول ديالكم فقط بالدقيق، تخويو الخليط حتى تخرجوهم، وكيبقى لكم حريه اختيار التزيين كيف بغيتو نتوما. صافي ديموليتهم كلهم، ومن الاحسن ديموليهم مباشره بعد ما تخرجوهم من الفران باش ما يتعرقوش لكم. شوفوا الاخوات هناك شحال كيجيو طريين وخفاف وهشاش وواخدين ما شاء الله ديك اللوين موحد. نصيحه منين تدخلوهم الفران ما تحلوش عليهم، راقبوا الطهي غير من برا وما تجهدوش الفران بزاف. هذا هو الشكل ديالهم ما شاء الله، كيجيو شهوه منهم. مذاقهم جد جد مميز. بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي دخلت لي في هذا الخليط، 2 كؤوس ونصف، كأسان ونصف. الكاس المعتمد نفسه اللي استعملت في السكر والزيت والحليب، ما تغيروش الكاس، هو نفسه اللي عبرت به الدقيق، 2 كؤوس ونصف. وبالنسبه للكميه اللي تحصلت عليها 9 ديال الحبات. صافي هنا غادي نقطع معكم وحده تشوفوا القوام ديالها كيف كيجي من الداخل. شوفوا ما شاء الله البنات كيجيو خفاف مسفجين ومهويين، شي حاجه رائعه، وانا متاكده غادي يعجبوكم وغادي يعجبوا وليداتكم. الاخوات اللي بغاو يحتفظوا بهم في المجمد فممكن تجبدوهم الوقت اللي احتاجيتوهم، يعني تجبدوهم شويه على اتساع باش يديكونجلاو. ومن الاحسن اللي غادي يخليوهم في المجمد بلا ما يديروا هاد الخطوه ديال التزيين اللي استعملت انا اللوز افيلي.
إلى هنا أخواتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسونيش من لايك، التعليق والبارطاج، ومع السلامة.